لو حد صاحبك او حبيبك قوي كلمك دلوقتي، او بنت صاحبتها كلمتها وقالت لها انا متضايقه قوي ومش طايقه نفسي ومش عارفه اعمل ايه، تقول لها لا طب ايه دي، انا هخلص اللي في ايدي وهجيلك، او هخلص شغلي ونتقابل، تعالي نقعد في الكافيه اللي احنا بنحبه، او لو صاحبك يا عم فكك يا عم تعالى نلعب دور بلاي ستيشن مثلا، او تعالى ننزل دور استيميشن، تعالى نقعد على القهوه نضرب لنا حجرين، يا عم كبر دماغك، وهتبدا تطبطب عليه. طب ما تيجي تعمل كده مع نفسك. لو انت قاعد دلوقتي ومش بتشتغل، او قاعد دلوقتي في البيت وزهقان، انزل والبس، خد شاور حلو كده وانزل والبس. ولو الشمس حامية بصلها وقول لها انك مش بتكرهها. اقعد في مكان واشرب حاجة حلوة وخد معاك ورقة وقلم واكتب كل الحاجات اللي مضايقاك، وقوم اتمشى شوية وارجع اقعد مكان صاحبك اللي هيبقى معاك وجاوب على الأسئلة دي. ده هيريحك كتير قوي، هيخليك تحس انك بتلعب دورين، هيخليك تحس انك بتطبطب على نفسك، هيخليك تحس انك مش مستني صاحبك ينزل او يفضي نفسه علشان اعبر عن اللي جوايا. انا دلوقتي عندي مشاعر، فممكن على ما يقابلك هتكون المشاعر دي هديت. ادي لنفسك احساس انك تعمل تواصل مع نفسك. مش عيب ابدا ان احنا نتضايق، مش عيب ابدا ان احنا نفتكر موضوع من سنين، مش عيب ابدا ان احنا نتوجع في اوقات كتير بنكون محتاجين ان احنا نتكلم او نرجع. ممكن تتكلم مع نفسك، وممكن تعامل نفسك اكنك حد انت بتحبه قوي وغالي عندك قوي. وقتها انت هترفع من استحقاقك قدام نفسك، وهتحس انك enough، انت enough في كل الاوقات، وانك دايما تستحق الافضل.